السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كلشي بخير؟ اموركم هانية؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. عطلة سعيدة للتلاميذ والتلميذات. اليوم غادي نهضروا على اعظم المواقف اللي وقعات من اعظم الشخصيات في الاسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ملي كنهضروا على عمر بن الخطاب في البلاصة كيجي على بالنا الدفاع على الحق، القوة والصرامة، ولكن اليوم غادي نطرقوا لواحد الجانب من الشخصيات ديالو اللي ممولفينهاش، الجانب اللين والحنين من الشخصية ديالو. مرة ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم تولى زمام الأمور أبو بكر الصديق فيما يسمى بالخليفة. مرة سنتين توفى عاوتاني أبو بكر الصديق وتولى الأمر ديالو عمر بن الخطاب، تولى خلافة المسلمين 10 سنوات. ملي كنهضروا على خليفة ما كنهضروش على رئيس أو وزير ولا شي حاجة بحال هكا، كنهضروا على واحد الشخص اللي كيحكم كاع أمور المسلمين. حكم عمر بن الخطاب لمدة ديال 10 سنوات، يعني كان هو الرجل أو الشخص اللي عنده أكبر سلطة في ديك الوقيته. الحاجة الغريبة هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش كيحكم مصالح الأمة ديالو من دارو، كان جدا متواضع وحريص على مصالح الأمة، خصوصا العدل. كان كيتفقد أحوال المسلمين في الشارع باش يشوف ويحكم بعينه. فواحد النهار جا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد الجماعة من الرجال اللي كانوا كيتشكاو ليه من السوق ديال اللبن. كان زعما واحد الاغتيال وواحد النصب فيه، حيت موالين اللبن كانوا كيزيدوا الماء اللبن باش يربحوا اكثر. عمر بن الخطاب ما عجبوش الحال هنا، فزت واحد الخادم ديالو باش يخبرهم بالامر ديال الخليفه. يا بائعي اللبن، لا تخلطوا ماء مع اللبن ولا تغشوا المسلمين، ومن يفعل ذلك سيعاقبه أمير المؤمنين. صافي بائعي اللبن تفرشوا وعرفوا أنهم تفتحوا، وداكشي اللي كانوا كيديروا وصل أمير المؤمنين. تو الغش اللي كانوا كيديروا وتا واحد ما بقى كيتجرأ أنه يخلط الماء مع اللبن مازال. ولكن موراها غادي يوقع واحد الموقف عجيب. في واحد النهار كان كيتفقد عمر بن الخطاب أحوال ديال المسلمين كيف ديما. فجأة حس بلي عيا شوية وخاصو يرتاح، فمشى تسكى حدا واحد الدار. تخيل، حنا ما كنهضروش على واحد شخص ولا واحد ولد كان كيلعب وبغى يرتاح، حنا كنهضروا على امير المؤمنين. فمنين هو متكي على واحد المنزل وقع الهدوء وجا الظلام، واحد شويه سمع واحد الصوت اللي كان جاي من داك البيت او ديك الدار اللي كانت تكي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ديال واحد الام كتغوت على بنتها وصوتها واصل للشارع، والام مازال كتغوت على بنتها وكتقول ليها اخلطي الماء مع اللبن، راه حتى واحد ما غادي يعرف. امير المؤمنين بقى كيسمع، ولكن غادي يتعجب من الرد ديال البنت ديالها. لا يا اماه، ما خصناش نعصيو الامر ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الام كتقول ليها فين شافك عمر، والبنت كتجاوبها وكتقول ليها الا كان عمر بن الخطاب ما شافناش فراه رب عمر كيشوفنا. فعمر بن الخطاب تعجب من هاد البنت هادي، تعجب من الامانه والاخلاص ديالها، فبدا كيقول شكون هي هاد البنت الامينه اللي كتخاف من الله. فعمر بن الخطاب عيط على الخادم ديالو باش يدير واحد العلامه على ديك الدار، حيتاش كان الظلام وميزها الغد ليه على الديال الاخرين. وفعلا الغد ليه صيفط عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخادم ديالو باش يعرف شكون هما دوك الناس اللي كان قصد بهم ام بنتها. فعمر بن الخطاب بغى يعرف واش هاد البنت او هاد الفتاه واش مزوجه او لا. كان عنده واحد بعد نظر وكان بدا كيتسنى حتى رجع الخادم ديالو. فجا الخادم ديالو وقال ليه يا امير المؤمنين، هاد المنزل ديال فلان بن فلان، ديال واحد الام اللي عايشه مع بنتها. المهم قال ليه ان هاد البنت ما مزوجاش، عايشه غير مع امها. فهنا امير المؤمنين فرح وعيط على ولادو وعاود ليهم شنو وقع، وعرض عليهم شكون اللي باغي يتزوجها. كانوا جوج ولادو الكبار مزوجين، ولكن الثالث ما كانش مزوج. وهادشي كامل اللي وقع بنت بائعة اللبن او ديك الفتاة ما كانت عارفه بهادشي اللي وقع، ما كانتش سايقه الخبر المكافاه والمفاجاه اللي كانت جايه في الطريق. وفعلا ولد صغير
ديال عمر بن الخطاب تزوج بائعة اللبن. وكيف ما قلت لكم عمر بن الخطاب كان عنده بعد نظر، ومن هاد السلالة غادي يجي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز اللي هو خليفة ديال المسلمين. نقدم إن شاء الله على القصة ديالو. شفتوا عظمة الأم والدور ديالها في الأسرة؟ وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. هنا غتكون صارت الحلقة ديال اليوم. ما تنساوش تعبروا على القصة ديال اليوم تعليق أو اشتراك، وما تنساوش تضربوا طليلة على المحتوى ديالي. كنتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.